احلى حاجة في الدنيا الاكل البيتي والدفى في السقعة اللي احنا شايفينها ديت. والاكل بقى في وسط عيلتنا واهلنا وحبايبنا، خصوصا لما تكون الاكلة حلوة وسخنة وطازة كده، يعني زي ما بيقولوا. وريحة الاكل على البوتاجاز وطشة البصلة او التومة او غليان المكرونة او سلق اي حاجة او حتى المخبوزات في الفرن بتدينا احساس جميل بالدفى. الدفى اللي اتحرم منه اهلنا وحبايبنا في غزة. كل ما نطبخ حاجة او نعمل حاجة نشكر ربنا كتير قوي على نعمة البيت والاهل والسكن والدفى اللي احنا فيه، وندعي لهم ربنا كتير قوي برضو ان ربنا ينصرهم ويعوضهم خير على اللي فقدوه. يا رب انصرهم وعوضهم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. يا ريت كلنا كمان مع دعائنا ليهم ندعم المقاطعة، نقاطع كل منتجات اليهود، ناكل أكل حلال، لأن كل اللي هناكلوه وهو منتج إسرائيلي أو منتج بيدعم الكيان ده أكيد مش هيكون حلال. يا ريت كلنا نشرب شرب حلال، مش الأكل بس وكمان الشرب. كل حاجة هنعملها في بيتنا لأولادنا لازم تكون حلال. وأنا أعتقد وأكاد أقسم إن أي أكل أو أي منتج بيدعم الناس دي عمره ما هيكون حلال، وعمره ما هينزل في جوف ولادنا إلا بوجع وبألم. ربنا يجعلنا دايما ناصرين للحق ومعينين ليه. يا رب انصر غزة وأهل غزة، وانصر فلسطين وأهلها. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أطعمنا طعاما طيبا صالحا طاهرا. يا رب أكلنا وشربنا وكل حاجة في حياتنا تكون نصرة ليهم يا رب. يا رب احنا بناكل وبنشرب وعايشين، لكن بأجسادنا فقط، قلوبنا كلها معاهم، عقلنا معاهم ودعائنا ليهم، وكمان فلوسنا عمرها ما هتروح للعدو اللي بيقتل فيهم. يا رب أكون وصلت لكم رسالة بسيطة مع أكلة بسيطة، ويا رب كلنا ناكل أكل حلال، ويا رب ينصر الفلسطينيين ويجعل بيوتهم مليانة بركة وحب ودفى زي بيوتنا بالظبط ما هي مليانة حب ودفى، وما يكتبش علينا يوم نكون احنا مكانهم. خلوا بالكم، داين تدان، داين تدان، دي كلمة في كل حاجة، حتى في النظرة، حتى بعدم إحساسنا للناس داين تدان. فلو سمحتوا انصروا اخوانكم بكلمة وبكل شيء.